بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركز معايا بقى وسيبك من البتاع ده. الحدود، خدنا الجنايات صح؟ الحدود. عرف الحدود لغة واصطلاحا ولماذا سميت العقوبات حدود وهكذا. طبعا ولادنا في الصف الثالث الإعدادي يركزوا معانا. طب حد يعني المنع. الحد يعني المنع. أنا هحط له حد يعني همنعه، تمام؟ شرعا عقوبة مقدرة من عند الله، مش بمزاجنا احنا، ما ينفعش نتسايل فيها، تمام؟ وجبت على من ارتكب ما يوجبها. ايه هو لا يوجبها نعرف. وقول عقوبة مقدرة خرج به التعزير فإنها عقوبة غير مقدرة. التعزير ده عقوبة بعيدة عن الحد، بيشوفها السلطان أو الولي أو القاضي أو اللي هينفذ الحكم، ما فيش فيها نص شرعي، فبيجيب حاجة من عنده ما تزيدش عن الحد، ما توصلش للحد، يعني يجلده مثلا 10 جلدات، مش عارف يعملوا ايه كده يعني. لا مش هي 100 جلدة؟ لا ده حد، لكن انا عايز اضرب واحد حاجة عمل عقوبة، ممكن اضربه 10 خبطات، ليس حدا، ماشي، ما هو ما دون الحد يعني حسب ما يراه. وسميت عقوبات حدود. لا سرق وقتل كده حد، فرق بين الحد وبين غيره. لا هقول لك، ولا تمنع من ارتكاب الفواحش، لان من علم انه اذا زنى حد امتنع عن الزنا. يعني لو في حد دلوقتي وعرف ان الحد لو حصل كذا هيجي في ميدان عام ويقام فيه الحد، مش هيعمل كده. يبقى هي دي الفكره. حكم مشروعيتها شرعت الحدود زجرا عن ارتكاب ما يجيبها من المعاصي. تمنع، زجر يعني تمنع وتخلي مجتمع نظيف سليم، ما فيش مشكله. وقيل جبرا ومحا لهذه الذنوب. فالقول الاول شرعت الحدود زجرا مبني على القول بان الحدود زواجر يعني موانع عن ارتكاب هذه الامور في المجتمع المسلم. والقول الثاني جبرا ومحمل أي مبني على قول بأن الحدود جوابر بتمسح وتجبر الذنب، يعني الإنسان لو عمل حاجة زي كده وخد حده في الدنيا خلاص ربنا بيغفر له. وجمع طبعا اتنوعت من زنا السرقة للكلام ده كله، خلاص كل حاجة حسب نوعها يعني. الدرس الرابع. لا ده سهلة خالص. ده الحدود، احنا لسه خدنا حاجة، هناخد الزنا بقى وعيدها. الزنا وحكمه هو وطء رجل امرأة لا تحل له بغير شبهة شرعية. يعني مش حاسبها مراته، مش فاكرها، مش عارف ايه، لا مفيش شبهة، يعني وطأها بدون شبهة، تمام؟ او اتجوزها على اساس ان هي مراته وبعدين دخل على واحدة تانية، الكلام اسمها شبهة، ما يقصدش، هو حصل عنده لبس في المشكلة فعمل حاجة زي كده. حكمه حرام وكبيرة من الكبائر. يبقى الزنا والعياذ بالله حرام كبيرة من الكبائر. انواع الزنا: الزنا نوعين، اما محصن يعني متجوز او غير محصن يعني مش متجوز. المحصن هو البالغ العاقل المتزوج رجلا او امرأة، فحده الرجم حتى الموت. لو فعل ذلك يرجم حتى الموت في ميدان عام زي مثلا العتبة، ميدان التحرير، ميدان العباسية، اي ميدان، ويتصور الناس كلها تشوفه، تمام؟ طيب الغير محصن هو شاب لسه ما اتجوزش ووقع في المشكلة دي، ضرب 100 جلدة متواليها رجلا او امرأة، وتغريب عام من بلد الزنا إلى مسافة القصر، يعني بلد جنبيهم أو بعيد عنهم شوية حسب ما يراه الإمام. يعني يتنفي من البلد. ليه؟ علشان هو ينسى والناس تنسى ويبدأ حياة جديدة، يبدأ يعيش حياة جديدة وينسى الكلام ده. طيب الزاني المحصن ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم دليل عليه، رجم ماعز والغامدية. ماعز صحابي اسمه ماعز، والغامدية امرأة من اسمها عرفت بالغامدية، وزنيا وطبق فيهما حد الزنا، تمام؟ الزاني غير محصن، الزانية والزاني فجلدوا واحد من